اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. الفيديو انا كان لازم اعمله لاني خلال الاسبوع اللي فات جاوبت على السؤال اللي هقوله لك في الفيديو تقريبا حوالي 30-40 مره. دايما السؤال ده بيتكرر لي باستمرار. الطيور اللي عندي مش راضيه تبيض، عندي طيور بقالها فتره وما بيضتش، ليه الطيور بتاعتي ما بتبيضش؟ سؤال مهم جدا، ودايما المبتدئ في تربيه طيور الزينه نفسه الطيور بتاعته تبيض. لو شاف الطير بتاعه باض هيفرح فرحه ما بعدها فرح. ايه السبب اللي بيمنع الطيور بتاعتنا ان هي تبيض؟ ركز قوي في الفيديو ده عشان هقول لك على كل المعلومات اللي تخلي طيورك تبيض في وقت قليل جدا. يلا نبدا الفيديو. زي ما عرفنا في المقدمه ان في الفيديو ده هقول لك على الطريقه اللي تخلي طيورك تبيض، او هقول لك ايه السبب اللي بيخلي طيورك مش راضيه تبيض عندك. اول حاجه لازم تعرفها هي انك تتاكد ان الطير اللي عندك ذكر وانثى. دي معلومه مهمه جدا، لازم تتاكد ان هم ذكر وانثى، سنهم جاهز للتزاوج. يعني ما يكونش الذكر اصغر او لسه ما وصلش لمرحله النضوج اللي هو يقدر على التزاوج، او ما يكونش الانثى سنها لسه صغير او مش قادره على التزاوج. فيكون ذكر وانثى سنهم جاهز للتزاوج. تالت حاجة يكونوا متوالفين. يعني ايه متوالفين؟ يعني اشوف الذكر والانثى واقفين جنب بعض، مفيش مشاكل، مفيش خناقات، مفيش ضرب، بياكلها، بيدعبوا بعض، بيلعبوا مع بعض. ده اسمه علامة من علامات التوالف. خد بالك انا واخد معاك الموضوع خطوة خطوة علشان تبتدي تراجع الخطوات ديت على طيورك، هل الشروط دي هتنطبق عليهم ولا لا. يبقى اول حاجة ذكر وانثى سنهم جاهز للتزاوج متوالفين. الثلاث حاجات دول جاهزين عندي كده، الطيور بتاعتي زي كده. ادي اول شق. الناحيه الثانيه ابتدي اتاكد من ثبات القفص. لازم القفص يكون ثابت وغير متحرك. ما ينفعش ابدا احط القفص في مكان متحرك، او النهارده احطه هنا وبكره احطه هنا. الكلام ده غلط تماما، بيخلي العصفور يحس بالقلق وعمره ما هيبيض وعمره ما هينتج. طول ما هو في اماكن متحركه ومتغيره كل شويه هيحس بالقلق من الاماكن دي وعمره ما هينتج فيها. فتأكد ان القفص ثابت في مكان ثابت، المستوى بتاع القفص ما يكونش عالي قوي ولا يكون واطي قوي، يكون في مكان نوعا ما هادي بعيد عن دوشة الاطفال. طبعا اكيد ادام القفص ثابت هيكون العش ثابت. اتاكد ان انا جايب العش المناسب للطير اللي عندي، لان كل طير ليه مقاس معين لعش معين. فانا بجيب العش ااكد على اللي انا هشتري منه العشوش، اقول له الطير اللي عندي نوعه ايه علشان اجيب عش مناسب للطير. النظافه مهمه جدا جدا، لان لو في حشرات ممكن تمنع الطير ان هو ينتج، وممكن تمنع العصفوره ان هي تبيض، لان هيكون دايما في حشرات عامله لها قلق وعامله لها ازعاج وعمرها ما هتبيض. فسريعا كده احنا قلنا ان القفص يكون في مكان ثابت مش متحرك، والقفص نفسه يكون ثابت، والعش يكون ثابت. العش يكون العش المناسب للطيور، المكان يكون نظيف ومفهوش دوشه، وخصوصا دوشه الاطفال. المطلوب منك انك توفر الهدوء وما تزعجش الطيور. ما تفتحش العش كل شويه وتقفله علشان تشوف الانثى باضت ولا لسه، طب هي دخلت ولا لسه. فتح العش كل شويه بيخلي العصفور يقلق من العش، وبالتالي برضو مش هينتج. فمهم جدا ان احنا نوفر الهدوء للطيور بتاعتنا. النقطة الأخيرة اللي هقول لك عليها إن أنت لازم تقدم محفزات للتزاوج. المحفزات ديت يا إما صناعية، حضرتك هتشتريها من صيدلية بيطري، وهتعرف طبعا استخدامها كام يوم، وبتحط مقدار قد إيه على المسقة أو على الأكل. الشق التاني وهو اللي أنا بفضله هو المحفزات الطبيعية على التزاوج. المحفزات الطبيعية على التزاوج حضرتك لازم تنوع في الأكل. يعني إيه أنوع في الأكل؟ يعني ما بقدمش خلطة الحبوب اللي انا جايبها بس، لا، لازم انوع للطير. اقدم له خضروات واقدم له فواكه، اقدم له مستنبت، حبوب مستنبتة، واقدم له حبوب منقوعة. فكل التنوع بيخلي صحة العصفور كويسة وجاهز اكتر للتزاوج. كل ما يكون عصفورك صحته حلوة كل ما يكون جاهز للتزاوج اكتر. طيب برضو ما قلتلناش ايه هي المحفزات الطبيعية اللي اقدر اقدمها للطيور. اقدر اقدم للطير بتاعي فلفل، سواء كان رومي او الوان او حامي. الفلفل ده بيتقدم مرة واحدة في الاسبوع، وبيتقدم شريحة اقدر اغسلها. ده لو كان فلفل حراق شريحة واحدة اغسلها واقدمها له. يا اما لو فلفل رومي ممكن احط شريحتين او 3. طيب ايه تاني ممكن اقدمه؟ اقدر اقدم ورق الجرجير، اقدر اقدم البقدونس، اقدر اقدم البرسيم، اقدر اقدم وجبة البيض بالبقسماط. كل الحاجات ديت
ليها طرق في التقديم، هتلاقي الفيديو بتاعها مشروح جوه القناه، هتلاقي كل حاجه بالتفصيل ازاي اقدم اي حاجه من الحاجات ديت، ازاي اقدم المحفزات ديت للطيور. فتاني، برسيم، جرجير، جزر مبشور مهم جدا ومفيد جدا للطيور، بيجهز الانثى وبيجهز الذكر للتزاوج. الجزر المبشور، البنجر او الشمندر المبشور نفس الكلام، الفلفل، البرسيم، الجرجير، الجنزبيل، كل الحاجات ديت ليها فايدة جامدة جدا في انها تحفز الطير بتاعي على التزاوج وتجبره على التزاوج. لو نفذت كل اللي انا قلت عليه ده ان شاء الله الطيور عندك هتنتج وهتشوف خيرهم. طب لو عملنا كل دوت فرضا والطيور ما انتجتش، يبقى ايه المشكلة؟ انا اتأكدت من كل اللي انت قلته والطيور بتاعتي برضو ما انتجتش، ايه المشكلة؟ هقول لك على شوية حاجات كده سريعا ممكن يكون المشكلة فيها او في حاجة من الحاجات اللي هقول لك عليها دي. اول حاجة ممكن يكون عندك الطير مليس او مشحم، ومليس بيتقال للانثى ومشحم بيتقال للذكر. ده معناه ايه الكلمة ديت؟ معناها ان الطير المجمع بتاعه، المكان اللي هيتم التزاوج فيه او المكان اللي الانثى هتبيض منه، ربى شحوم ودهون واتقفل. فده بيجي نتيجة سوء التغذية او نتيجة ان القفص صغير. عشان كده قلنا في النقطة الاولانية ان لازم يكون العش والقفص مناسب للطير اللي عندك. فلو العش صغير الطير عايز يتحرك مش هيحرق دهون، ففي نفس الوقت هيربي دهون فهتمنعه من التزاوج. فدي نقطة. لو الطير عندك مليس او مشحم هتلاقي ازاي اعرف وازاي اعالجه، فيديو موجود جوه قناة طيور الزينة للمبتدئين، القناة الرئيسية. طب النقطة التانية ان يكون الذكر او الانثى الاظافر بتاعة رجليهم ناقصة. الضافر مهم جدا ان يكون اظافر الطير بتاعك كاملة، لان الاظافر ديت الطير بيتثبت بيها كويس في المكسم علشان يقدر يعمل عملية تزاوج سليمة ويلقح الأنثى بصورة سليمة. فلو الطيور عندك الأظافر بتاعتها ناقصة ساعتها هيكون البيض غالبا كله فاضي أو غير مخصص. النقطة الثالثة برضو اللي ممكن تكون سبب من الأسباب وهي المكسم نفسه أو الوقافة اللي الطير واقف عليها. لازم المكسم دوت يكون ثابت بصورة قوية ويكون مناسب للطيور، ويفضل انه يكون خشب مش بلاستيك. دي كانت نقط سريعة ممكن تمنع طيورك عن الانتاج. طيب لو في اي استفسار تقدر تكتبولي في كومنت وانا هرد عليك باذن الله. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومة شافية ووافية. يا ريت ما تبخلش علينا بلايك واشتراك للقناة علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.